الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله. صلاتك صلة بين العبد وبين الله تمم أركانا وشروطا وادع بأن يقبلها الله. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة. فرقت في يوم الإسراء بمكان عال وسماء هي تزكية للأخلاق هي تطهير للإنسان من أداها دون نفاق زانته بنور الإيمان. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة. قبلت مني صلواتي في الجنة ترفع درجاتي وأوديها طول حياتي إن شاء الله بإخباتي ورجائي دوما ودعائي يا رب تقبل صلواتي يا رب تقبل صلواتي يا رب تقبل صلواتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا
لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. أيها الآباء والأمهات ويا أيها الضيوف الكرام أيها الحفل الكريم أحييكم بتحية الإسلام على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي أمامة
مسلم. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع سفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فضائل القرآن وبليا بعد ربك إن غلطك كان نبيك إن رسلني وأنا نراد بجبل فضيل القرآن يراد بجبل أبي أمامة وأنا رغور يا ربي نتراقته طوال النيل إن غير رسول ربي سيد غير ابن حرسي قباسته النوان النيل قرآن كي أخريان قرآن كي سنقد فتيقو يا خيامة إسيولا فوتوفي قد فلنم صاحب القرآن كقرآن كي أخري. حديثا لمسلمي قواري نواس بن سمعان وانا رغور يا ربي نتراقته طوال النيل إن غير رسول ربي سيد غير ابن حرسي قبيسته النوان النيل قد إندو فلد يا قياما قرآنك يفر قرآنك أقرياء الدنيا قبات عمل اتفال ورسولي قد فنقو يا قياما واتر قدبر ورسل سورة البقرة سورة الآل عمران ترقدم يسيد ودوب نم صاحب القرآن كالدنيا قبات عمل اتغفل كان حديث المسلمين قواري عثمان بن عفان الرغوار يا ربي ناصراطته طوال النيل
رسول ربي وان النيل النقايا في حرسين قباستهن كيسا خير كيف القرآن كبرتنا برسيسة حديثا لبخاري قوري أعيش وارغوري ربي ناتراضة ودوان سينت رسول ربي وان النيل النقايا في حرسين قباستهن نمي قرآن كأغريك قرآن كسن حفظه نمي سن ملايكة ولي تيرا ملايكة سلام ملت ربي كرامي تبريوتا ملايكة سن ولي تيرا قويا خياما نم قرآن كأغريك قرآن كسن سيدب كايني توقفت قرآن كسن سيد زايدبدو نم سن نبي ربي أجر كلمة تيفن حديثا لبخاري مسلم تتوليغن عمر بن الخطاب وان الرغوار يا ربي ناتراضته وتوان النيل رسول الرب وان النيل النغايا في حرسين قباستهن قوكي غري ربي الفول سبب قوكي غري ربي سبب لكتاب سات والفول قوكي غري لربي قبوس سبب توري كتاب سبريان سبب تسني ربي قبوس حديثا لمسلم النغوري ابن عمر وان الرغوار يا نباب قربان ربي ناتراضته وتوان النيل رسول ربي وان النيل النغايا ابن حرسين قباستهن نمي حاسدا انجرد إلا نملا ملئ نمي ربي قرآن كالنيف كقرآن سننال كان جتون كويال جتون نمس إن حاسدا النبي ربي نمي ربي قريت النيف كوريس سننال كان ويان صدقا بابة إن حاسدا النبي ربي حديثا لبخاري مسلم تتوليغان ابن مسعود وان الرغوار يا ربي ناتراضته وتوان النيل رسول ربي وان النيل النغايا في حرسين قباستهن نمي حرفتي دوتا كتاب ربي كيتات آخره نمس حسنادة تهيف حسنادة ملتو قيو مرة قرآن دادا جاسنيف نبي ربي أن النيل ألف لام ميم حرف أغسي حرفتي دوك النيل لكن مو ألف حرفتي دوك لام كين حرفتي دوك ميم كين حرفتي دوك أغسي حرفتي الحجر كيسي قرآن للو ربي حديثا لمسلم حديثا لترمذي قوري حديثا لندس صحيح ابن عباس باب قربان ربنا تراضته وتوان النيل رسول الرب وان النيل النغايا في حرسين قباساتهن أقرتك قريسا كيس يقني ثق قرآن كيس انتهني نمس النبي الرب يكمنو ناتينك منو نكنا مكيس نجيرك أقرت سابقان اتنا لكسينك نمس النبي الرب صلى الله عليه وسلم حديثا لترمذي قوري حديثا لدس صحيح عبد الله بن عمرو بن عاص ورسول ربنا تراضته وتوان النيل رسول ربي وان النيل النغايا في حرسين قباستهن اجوني جراتنا القيا قياما نم صاحب القرآن كقرآن كقد آخري لني قرآن كتان درجات جنات اللي قرنانين أكت نغرتدر الدنيا قباسة ترتيلا قد آخري أكس آخري قرنانين مني كك أولانت كوجو جرات ولاتنا يدينا تناخري تسمي شو طبا حديثا لأبو داود في الترمذي قوارية حديث لي دس صحيح وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بالله من الشيطان الرجيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب
وسقط الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله.